Kalootiitu dubbii qaba kami fakkaata ta'uudha dhugaa gartii xaarame jedhiini wayin dalarbaati ayyumaa yaabin dubbii fakkaata ta'uudha tamaamni isaa kana jechuudha waan salamata ibnul muhabbiqi radiyallahu ta'ala anhu qaala rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam ergaan guyyitaani jedhi dibaahu wartee dabbaquun juluudil meeytati halluu meeytaati isii gartee taaruudha saawu ibnu ibbaaniitiitu sayye je'eenni ibnu ibbaaniitiitu hadiisa gartee sayye je'eenni hadiisa sadii karaa tokko waliyya hadiisa sadiitiitu karaa tokko waliyya hadiisa abdallah ilma abbaas toko salama ilma muhabbiki khano anke nyudi khamimунati hayya جي خميمونة سنين والقيس قرفتيجي وميمونة رضي الله تعالى عنها قال النجدي صلى الله عليه وسلم إرقى ربي ندوفي بشات غرتي ريدي دكرني دبري دكاني دوفي يجرونا غرتي قيسي أركسني فقال نجدي وصوفوتني يا أبا غلو إذي وصوفوتني فقالوا نجأني إنا إسن تنغرتي ميتة بغتيدا فقال نجدي إسيب النتارة جي يجود الماء بشاني في يجود والقرز واتودا تارا سركما دي دوغرتي تارا أخرجوا أبو داود في والنسي نسي دي سودي دخنا غرتي بازيج هاي حديث عبد الله المعباس إذا دبخ لهاب باب ننتي خيس جر باب آنياتي باب ويلكا واني خلو داسلا بكبرو لالكسا غندوا قرؤو خيسخا أرمت في دون أقمت إن قد قرتيجن واهي ذهبا في فدا بكتين سلا وان تقمو يتدبتمو إيه سجن كتاب الله إمادا أرمت مالف فيدي جنان إدتقت في الراب فتودا في غرتيجن أما سيسي باب الآنية غيستي خلو في دون ويلكا خناتيتو خان خلو راتول فميس جير أكاك أربتا فادا أكاك أنقلو فادا خنافي بابا غنا غيستي فيدي أكما زابا في فدا والنغرتي بابا آنيا خيستي غرتي فيديف اتي ودعتون انتهو جيشو دافي فيدي اتي ودعتون انتهو جيشو دافي فيدي أكا غرين نماخا dhuguma fi itti dhuguudha fi itti nyaachuu dhorka malee khaanni ta'a akka jedhamu faayidummaan inni harma keessa fideefu maalire izan faayidummaan inni harma keessa fideefu maal itti waddaachuun hin ta'u jechuudhaa fi kitaabu xahaaraarraa baabul aaniyatii keessatti fide hayya hadiisa kana musannifeen oofe fi baabil aaniyaa لأن الآنية وعاء الماء وغيره ولما كان يقمته بعد ما يوضع فيه الماء الجلود ناسبه أن يذكر جلود الميتة هل يسلو الانتفاع بها اتفيدتون نتهموا انتو جيتوا لافده حديثة سديا سوديم إذا دبغ الإياب حديثني عبد الله المعباس إذا دبغ الإياب علي المرة جرت تناسي علي أهدية تكا استغراقية خلهم بكمتون غاف جنو علي أهدية بوني خلهم بكمتون تلوني في غالاتي في ترئيتي في ولما قال خلوا وان ياتمتوت
يو استقراقية جند قوتو وان يادم توفي وان نيانديس خنا حديث من غرغر بابن أسو علي قفجليان حديثني عبد الله المباس مال فرده كان سلامة المحبك مال فرده كان ميموناتو مال كان نجيشو توك حديث عبد الله المباس أيما إياب أكسما جيميس إذا دبغ الياب فقد طهر خلو يقود بخمته أهارمته خلون يقود بيتشي درا بختي بيلدان تك يقو بختيته بختيو بيتن ما يجو هقو أصون قليل دوته يجو خلو سنكي سرافن تاني قلي الراباسي إسين سنة تهارمتي قدان سنسوهفو قدان لفتاو سنسوهفو إذا دبغ الإياب خلون تكا ويجوز فتوه والجلد قبل أن يدبغ وصوني فقرته إن دبغ من جلدي جامد ولا يدل الحديث قال أبو داود فإذا دبغ أبو داود كيسا كان أجل خلون تك يقود بخمته لا يقال له إهاب جانين إذا دبغ جيمره إذا دبغ الإهاب جي أصو إن دبغ من لا أبي داود كم جين فإذا دبغ لا يقال له إهاب إن جنون إنما يسمى شنا وقربة قربة جنان ثم حكى ذلك عن النضر بن شميل وقال الأزهري كل جلد عند العرب إياب شفتي جلدي عرب برت إياب نجام وقد ورد في سيل البخاري من حديث عمر فإذا أهب مؤلقة جي مدني بخاري سكناجي وياتوك عمر فوق يرجع ربي الرول بي فإذا أهب يوغن خلون تكا مؤلقة فندفم تودا علين هي برتاتي لاستغراق الجنس بدليل الرواية التالية أيما إياب علي أكبر ودي مقرده استغراقيان جي ريفو علي بكمي كبابنان جي أهدية استغراقية قافة أهدية جن مالكون وان يأتمو بكم توتا قافة استغراقية جنو بوتو وان دوئي ولو كانت الجلد همار خلو هر اللي وصوتاتي خنو أيما إياب جي أيما إياب عادات شرطين إيابني نكران في سياقه شرطي كيست نفتو تاتي مال فرديا أموما فرديا قواعد كيست أيما إيابنا كان قرتي لغادة والقول بين الوعيد لو دبي خقرته ما الذي يتبين لنا مما سبق من الحديث في حكم الشرب يعني في الزاد والفدة من الكبائر من وكذلك أكما كان قرتي تنكلو تونيس نمني بختي خيست دوك تبختي خيست خبختي خيست كان دوكي في أو يلقى باب الدا خيست دوكي كبائر الرا لكاومتي قرتي جان كبائر الرا لكاومتي جان إذا دبغ الإياب فقد تطور ألف هنا واقية في جواب إذا وقد إن كلمة يؤتى بها للتحقيق لغت جيتشو لغمت إذا دبغ الإياب فقد لغمت تطهر طهرمي روايان جرى فرني أيما إياب دبغ يد أيما إياب دبغ
دباغ جلود الميتة طهورها دباغ جلود الميتة طهورها اسم غرتي طهارو دا غرتيجي فقد طهورا وقد رجع النووي الفتى طهورا أما ما لا تهله الزكاة فلا يطهر بالدباغ أما ما لا تهله الزكاة استدل بحديث أما ديني تقفان الرادوراغن كاللو هند جيش فرد إذا دبغ الياب فقد طهر تاكة وإن الأربعة أيما ياب دبغ فقد طهر سنتقدر أيما ياب افتخلوا لا تبغ دبغمه فقد طهر طهرمه حديثني عبد الله المعباس ولما قالت خلوا وان ياتم توتي في خلوا وان ياتم نيت فردا حديثني سلماء المحبكو كلم ميسا ارجع ربي كنجي دباغ جلود الميتة ظهورها دبغون خلوا وان فيندو اسيه طهارو إسي تهارودا هذه الأحاديث الثلاثة هذه الأحاديث الثلاثة حديث ونسدينكن حديث ابن عباس بروايتين ميك عبد الله المباد بروايتين لما أيما يابني ذي إذا دبغل لما مولما ملي بروايتين رواية إسا قرتين لجوتينو وحديث سلمة بن المحبك وحديث ميمونة موضوعها واحد بكي نساء أنيف توك وهو حكم الانتفاع بجلود الميتة فيدته خلوا بغتيت وشرط ذلك وهو حكم الانتفاع بجلود الميتة حكم ميتة فيدته شرطي كي وتيساته والإنجيج حديث عبد الله المعباس فهو يدل على أن جميع جلود الميتة يجوز أن تطبخ وأن تستعمل سواء كانت مما يؤكل بالزكاة قرؤودان كبهيمة الأنعام وغيرها قال لوني في رئيبي خندم بروتي سريفا قرقروفا أو كان مما لا يؤكل كسائر الحيوانات كالسباع والحيات بنين سفا جويلي الدادة وغير ذلك إسفل النخل هذا ما يفيد أموم وديس من عباس لأنه قال إذا دبغ الإياب فقد طهر خام في ده أيما إياب دبغ فقد طهر خناتيتم خلوا وهم دا يجو فرداجن خلوا مفيته واتاتو جنره خلوا مفيته واتاتو تفيته واتاتو سنتنفا تحريفا تصريفا خلوا مفيته واتاتو خان أسادي بنو حديث سلامة إلما محبك جيشون أخاقيو تيسا غيسا كنجراجي أخاقيو تيسا غيسا مي أن سلمان لما باشر بابنه سنان وهو جنين جيك قال أرمي به الرسول الله بإلي غرته مما بشرتموني به وبجنين قال مالجي ummataatiitu ilmi tokko isaa dhalannaan isa gammachiise yogguu kana waan isinnaan gammachiiftan kanarra ergaa rabbii irraa darbachuutiitu gama kiyya jaalatama je salamaa ilma muhabbik ismul muhabbaki
سلماء المهبك مهبكين مكان ساسخ وقيل ربيعة وقيل أبيد وقيل المهبك يكون جده أخا قوسات ولا شار فيه فتح الياء مهبك مهبك ما الجنة مهبك مهبك بفتح الباء وأنكره أمر بن شيبة بكسر الباء على العسكري قلت ما الجبو غيثا مهبك مهبك بكسر الباء المشددة وفتحها كما ذكر النووي اسم الموبك صخر وقيل ربيع يكن أبا سنان روى عنه ابن سنان الثاني أكن قرتي قلت لصاحبي أحمد بن عبد العزيز الجوهري إن أهل الحديث كلهم يفتحونها والحديث هندنو نفتان سلامة من المهبك جاء قال ايش المهبك في اللغة قلت المفرد قال إنما سموه المفرد تفاؤلا بأنه يفرد أعداءه انظر الإصابة في تمييز الصحابة رقمكم سديد بسديد تربة تمي تربة إصابة قرتي لا ليجي حديث سلماء المهبك يدل على أن جلد الميتة من الحيوانات المأكولة خاصة يطهره الدباغ حديث سلماء المهبك خلوا أن يتمتوا بشارة دلالة لأنه قال دباغ جلود الميتة فمفهومه أن هذا خاص بالحيوانات التي تؤمل في الزكاة أما الحيوانات التي لا تؤمل في الزكاة بين داليتا كاهوري خيستي قراسون انتاني حرام لا تؤكل مطلقا سواء زكيت أم لم تزك خلونا الريدة فيا إسيتي نوني تحرمتي الرين نجيسي يندميري بغتي إسي وني نجيسي مالي سرين زايرة خنانو نجيسي جن نتيوان دوران وني نتيار كاكم وان غرتي دوران طهارة وان غيا غيسان دوران نجي فمتر نجر ملي حديثة ميموناتي في خسلماكم كان غرتي كجل تجرا ولاصل أن حديث سلمة أخص من حديث ابن عباس حديث عبد الله المباس أمي حديث غرتي سلمة المموبك خاص خصص كم خصص عبد الله المباس وأما حديث ميمونة فهو أخص من حديث سلمة بن الموبك حديث ميمونة إلا خصوصا كم مال جي رئي حديث سلماتو إلا أمومك أبا ميمونة حديث عبد الله المباسو لچوه أول أموما قرتي قبا لأنه في جلد الشاة فقط فهو أخص من حديث سلمة وهذا أيضا يدل على مهارة المؤلف له حديثا سدينا كن وهذا أيضا يدل على مهارة بكم مؤلفين قبل بكم ابن الأجر قبل رحمه الله تعالى كتاب أحكام قرأوا جرابيه كتاب أحكام هذا مختصر جنة ماليه من أدلة الشرعية فهو أخص من حديث وهذا إذا يدل على مهارة المؤلف جنة في ترتيبه لهذا الحديث أكمين حديث غنت خايل على جيمه درا خامر خايج خمبودا خيسة سفر رادور كتي خيان سجي خنما وفر رادور كتي أنسجي ريتي ساق الحديث العام أولا ثم ساق الحديث الذي أخص منه بعد ثم ساق الحديث الذي أخص منه أخيرا حديث عبد الله المباس كجلجي على دارة يلود الميتات كلها بالدباق دون استثنائه وحديث سلمة يدل على دارة يلود الحيوانات الميتة التي تؤمل فيها الزكاة
حديث ميمونة يدل على طهارة الميتة من الشديدة دوبك جلد ويكون مدبقا متقلو نسي نعم رفي جراتي نيجو درقا ربي رافناي أنجلود السباع قالوا من إنسان رادور كن رفي جرو وجلود النمور قالوا غير إنسان رنتاين جيد وركن جرو وأنه لا يجوز استعمالها والركوب عليها ولو دبخت كالأسد والذئب والكلب وكذلك جلود الخنزير لأنها حيوانات خبيثة نجسة فتكون مخصصة لديس ابن عباس ديس عبد الله بن عباس كان كسس كم قالوا من إنسان رنتائنا قالوا غير إنسان رنتائنا قالوا يجي ولو ما رحم الله في مسالة تطير جلد الميتة باتباق على أقوال كثيرة جتشوان الدو كيزتي والدبنيتي أوفنيتي جيران جيشودة والذي يؤيننا عن هذه المذاهب أربع مذاهب هي التي يمكن أن تكون قريبة من الحديث أما بقية الأقوال فهي بعيدة عن الحديث فلا حاجة إلى الاشتغال به وإن خنا شاقلو فنجون أمر مرتي قولي بك أياي تاكا لما صدي جتش أفر توكو أن جميع جلود الحيوانات الميتة سواء كانت معقولة أو غير معقولة دبقوا طاراتك الله عنده جتش لميسا أنه لا يطأر شيء من جلود الميتات بالدباق مطلق ولو ما قالته حديث تتوكو حديث عبد الله المؤكيمي أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر نبي دعو باتين تكحفت أو بشهرين لا تنتفئوا من الميتة بيابني ولا أسبني وصندو إن باتين لما يساحفتن ويرقى إن فيدتنا خلو ميتر مرقى يسير كنجو حديث كز جؤوتي تجر سني ولنتبو والتبا تكا جمي قول دائرة دي سسني قبل موت يوغو جنة